السلام عليكم. رد فعل جنوني ولا يصدق من الإعلام السعودي وليد الفراج بعد فوز النادي الأهلي على المصري وتعادل بيراميدز مع الزمالك، ويسخر جدا من الزمالك ومن لاعبي بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي النهاردة على بيراميدز ليواصل الأهلي انتصارات متتالية للمباراة ال16 على التوالي طبعا، وكمان يصل للنقطة 69 ويتصدر صدارة الدوري المصري. فقد تفاعل الإعلام السعودي وليد الفراج مع فوز النادي الأهلي النهاردة، وأدلى بتصريحات عبر برنامجه أكشن يا دوري، وقال: أنا بفتخر جدا إني أهلاوي والحمد لله على نعمة النادي الأهلي. هو ده الأهلي اللي احنا نعرفه، بيفرم ويدوس أي حد بيقف قدامه، ومواصل انتصاراته للمباراة ال16 على التوالي، ويتصدر الدوري بعد تعادل بيراميدز النهارده مع الزمالك. الاعلامي الزملكاوي اللي اوهموا لاعبي بيراميدز وادارته الاماراتيه انهم فازوا وتوجوا بالدوري على حساب النادي الاهلي، ولكن هم مش عارفين الاهلي بيعمل ايه. الاهلي لا يعرف المستحيل ابدا. مفيش اي اهلاوي ممكن يفكر ان الاهلي هيخسر. فاكرين الاهلي المصري لما جه لاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية كان جايب التشكيلة الاحتياطية، وكمان رزع الهلال 4 في الإمارات. وكمان الإعلامي الزملكاوي كان بيقول إن بيراميدز اللي كانت هتفوز عليه. لأ، إن بيراميدز مش هتقدر على الأهلي مهما كان. عايزة أقول طبعا إن النهاردة الزمالك وبيراميدز أكنهم ما كانوش بيلعبوا ماتش أساسا، تحس إن هما كانوا بيلعبوا مباراة ودية مش اكتر من كده. الزمالك اترعب من النادي الاهلي واداله احلى 3 نقط السنه دي. يعني احنا يا اهلاويه لو توجنا بالدوري السنه دي اكيد ان شاء الله، وده هيحصل، هنسميه دوري حسين لبيب عشان تبقى ذكرى سودة في تاريخهم. الاهلي وصل للنقطه 69 ولسه هيواصل، وانا متأكد بإذن الله انه مش هيخسر ولا ماتش في الماتشات اللي جاية. الكل اللي راهن على بيراميدز خلاص خسران، واولهم ميدو اللي راجع يلعب في الملاعب مرة تانية في دوري الدرجة التانية، وجاي يضحك الناس عليه لسه في السن ده، عايز يفكر انه يلعب كورة. انا بقول مبروك لينا يا اهلاوية على الفوز التاريخي ده، ومش عشان ده المصري هنقول كده. والناس اللي بتقولك ان علي ماهر فوت الماتش، مفيش مدرب محترم ايا كان هيفوت نقطة واحدة من الماتش. اللي ممكن نقوله ان ممكن الزمالك تفوت الماتش البيراميدز علشان بيراميدز تعدي، بس هتعدي مين؟ هتعدي الاهلي اللي ما يعرفش يعني ايه خسارة. انا بقول لهم مبروك، وفي هدية قوية جدا من تركي آل الشيخ بانتظاركم علشان كل الانتصارات الحلوة اللي بتحققوها.